كروي بيعرف يجيب اجوان كويس. 90 سوري اوكي. ما رضيتش ارد من مكسوفه لك ومكسوفه لها اكتر بصراحه. سوري. طيب كده مسابقه المعلومات العامه خلصت. تمام. هنخش على المرحله اللي بعديها على طول، وهي بتخاف ولا لا. طيب دلوقتي روز بالنسبه لي يعني كسبت معانا 100,000 جنيه. تمام. بس في لسه ليكوا فرصه ان انتوا تكسبوا 300,000 جنيه ان شاء الله. المسابقه اسمها بتخاف ولا لا. تمام. انت بتخاف من حاجه؟ لا ان شاء الله. ما تخافش من اي حاجه ان شاء الله. طيب طلع موبايلك. تمام. هيخاف من يدخل مين؟ على الموبايل بتاعك، نشوف الجاليري عندك، نشوف الواتساب بالكونفرزيشنز ولا هتقول لك بحبه. تمام. بحبه يا بابا. وهنشوف هي تعرف عنك بنسبه كام في المية. مش معنى كده ان انا ما بحبهاش، انا بحبها جدا على فكره. انت قلبك واسع كبير. طيب يستعمل حبايب يا جماعه حد من الكرو يجي ياخد تليفون الضيف عشان تكسبوا 300,000 جنيه. زينب ركزي كويس جدا. يكسبوا 300,000 جنيه وانا هاخد ال100 عشان هو راجل ولا ايه؟ مش فاهم. هي دي شروط المسابقه. تمام. هو لو خسر انت اللي هتاخدي على فكره الفلوس. مش فاهمه. يعني هنشوف مراته عارفه عنه كل حاجه ولا لا من تليفونه. اكيد عارفه وساكته وجميله واهي، ولا في دماغها حاجه. الست مهويه الدنيا. يمكن نلاقي حاجات هي مراتي عارفه كل حاجه عنه. طيب ما تخبيش حاجه اذا كان هو اتجوز اصلا لما سابها ورجع لها عادي وهي تمام. اعرضوا يا جماعه على موبايل موبايل الابيض محمد. وليه ما تقوليش انا بقدر الجمال مثلا؟ هو انت كويس؟ انت شارب حاجه ولا انت تمام؟ لا ما بشرب حاجه خالص. يبقى انت مشربها هي حاجه مسكتها بيها. بولي بيقدر الجمال يا استاذه. انت بالنسبه يا فندم حضرتك ده تحرش. انت عارف حضرتك ممكن تتحبس بعد الحلقه دي لو انا اتحرشت زي ما حضرتك بتقولي. طب على فكره انا بابليك فيجر، على فكره الجمال ده طبيعي لان انا بابليك فيجر، مش متجوزه واحد زيك بتاع الستات وكل شويه يتجوز عليا ومعقدني في عيشتي وما خلفتش وانا عايشه لنفسي والجمالي كده. اوكي انت مالكش دعوه بقى بيا، ما تقولش رايك. بس انا مش بتاع ستات. هو معنى ان انا اتجوز حلال مش حرام. تتجوز مين يا ابني؟ يعني ومين قال لك ان انا ممكن اتجوزها؟ انت تتجوز بعلم مراتك ولا من وراها وهي بتكتشف؟ بعلمها. خلينا نخلص لو سمحتي. طب يلا يا جماعه ورونا اول صوره. مين دول؟ بنت اخويا. العيال الصغيرين. اخوكي؟ بنت اخويا. بنت اخوكي. تمام حلو قوي. تمام. الصوره اللي بعدها دي عيله. ما هو بيحب مين اللي في الصوره؟ انا. ده انت؟ ده من 50 سنه فاتوا؟ لا 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 من ايام الجامعه، من 10 سنين بالظبط. انت عارفه ان هو ده جوزك ولا؟ ايوه طبعا. تمام. الصوره اللي بعدها ايه ده؟ دي اختك؟ لا. دي ايه بيجامه؟ دي بيجامه دي ولا ده قميص؟ انا مش شايفه. دي بيجامه. اوكي. انت بتحب اللون ده؟ مين دي يا زينب؟ مش عارفاها طبعا. انتوا جبتوا الصور دي ازاي؟ طبعا. منين؟ طبعا مش على التليفون بتاعي. لا دي من الصور اللي على الواتساب. لا 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 ما عنديش حد على الواتساب كده. لا لا لا. ما هو حضرتك احنا عندنا امال الصور بتبقى فين؟ بتشوفيها فين؟ ازاي؟ لا لا بشوفها على الاستوديو. احنا ما هو في بقى غير الاستوديو ابلكيشن الواتساب بيبقى فيه صور بتتباع. انا كده تعبت نفسيا قوي. احيانا لما في صوره بتبعتيها او بترسليها او بتستقبليها ممكن حد بتتمسح في الاستوديو. بس احنا عندنا بس التيم واحنا دلوقتي في الاستوديو التكنيكال عندنا يعني التكنيكال سبورت عندنا جامد، ممكن بيرجع الصور الممسوحه. فدي دي محادثه كامله بيبلغوني برقم حد. تمام. مليان رسائل صوتيه اتصلوا لها بيه وصور. اتصلوا لها بالرقم. معانا مداخله يا جماعه. الو. يا رب تكون مامتي عشان تديك فوق دماغك. يا ريت انا نفسي اتعرف عليها. عليكم السلام. استاذن حضرتك تعلي صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. انا الحقيقه مش مبسوط باللي بيحصل ده. الست دي غريبه. مراته يا فندم. لو مراته كانت بتغير عليه. والراجل ده راجل غريب قاعد بيعكس من اول الحلقه. انا بعتذر لحضراتكم عن الحلقه دي بصفه شخصيه يعني. انا مش عارفه اقول ايه بصراحه. انا اول مره انا اتحط في موقف. لا ليه بس الصوره دي مش تبعي. لا ما اعرفهاش. مش تبعك ازاي يا فندم؟ حضرتك ده انت اللي في الصوره. انا ما اعرفهاش اللي في الصوره دي. ما تعرفهاش؟ هم من كترهم فانت ما بتعرفش مين فيهم.
لا انا ما اعرفهاش بجد. كوميديا سوداء. لا، طب ما زينب أعرفهاش بجد. فكري مثلا ممكن تكون دي كانت يعني واحده من مراتاته القدام. انا لو اعرفها او اقول لكم. جديد. لا طيب يا جماعه افتحوا لي كده وهي فرحانة قوي برضه، الفويس بصي. مسجز اللي في افتحوا لي الكونفرزيشن دي كده بالفويسز اللي فيها. هو ايه يا محمد بطلت تجيني يا روحي. والله يا حبيبتي انا الشغل ضغط عليا واول ما اعرف اجيب الإيه؟ هجيلك على طول. الشابه. الشغل ولا المطعم؟ على فكره كده ما ينفعش على الاستوديو والناس، عيب كده. حبيبتي مش قلتلي هتركبني الونش معاك؟ ما هو ده خرب بيوت ما حضرتك. ينفعش الشغل، أنا عايزة أركب الونش. خالص. وبعدين هي لازم تعرف كده، ما انت هنفضل مخبيين عليها لغايه امتى يعني؟ انت لازم تركب حاضر الونش والله يا بقى. حبيبتي هقول لها بس استني الوقت المناسب. يا روحي. انت يا حبيبتي هتتكلمي امتى؟ موتيني أنا ناقصه بسمع عمر. والله. ايه؟ بسمع. مين دي؟ تسمعي ما بجد؟ اعرفهاش بجد. تسمع لا بتنصت. ما هي بتقول يا محمد، ودي معرفهاش صورتك بجد. طبعا، ولا هما مركبين وشك واخدين معرفش. وشك ومركبينه. طب هو عنده صوره الشكل؟ معرف زينب ان انا ليا حق عليك زي ما هي ليها حق هي اسمها عليك. زينب؟ ماشي يا حبيبي، قول لها بقى ان في سفريه جديده عشان انت وحشتني قوي. وبعدين انا مراتك برضه زي ما هي مراتك وليا حق عليك. حصل قبل كده الكورس على حبيبي وانت عارفه اللي حصل. يعني انا كنت هبقى الخامسه مش الرابعه. حبيبي هستناك. انت راجل كداب بجد. لا وعايز مش كده عيب انت. في وسط الاستوديو. هو مفيش وعلى عيب الناس؟ اكتر من اللي انت بتعمله هو ده يا جماعه، ينفع؟ لازم انا دي هو ده احنا ينفع يا كده جماعة؟ دي فضايح واعراض. انتوا كده هتخربوا بيتي يا جماعه كده. طلعوني فاصل. فين الكاميرا بتاعتي؟ انا بعتذر لحضراتكم بصفه شخصيه جدا عن الموقف الحاجات دي السيء اللي كنت مسيحها، اتحطينا فيه ده. ازاي جبتوها؟ هنطلع فاصل ونرجع لكم ازاي تاني. بتعملوا كده؟ دي جديدة استنونا. يا محمد. ازاي ده كده؟ ربنا لا، دي ربنا جديدة. بيحبها، ربنا بيحب ازاي الست كده؟ دي جديدة. الغلبانه اللي قاعده زي محتاجه بس فقدت النطق. اشوف شعري. انا هرجع لك يا زينب. مين دي يا محمد؟ ما اعرفهاش. لا ازاي ما تعرفوش؟ ما تجننيش. هقول لك على بعدين. لا ما تقوليش عليها بعدين، قولي دلوقتي. هعرفك بعدين عليها. لا ما فيش حاجه اسمها عرفك. دي مين؟ لا وايه، وعارفه اسمي كمان يا محمد، عارفه اسمي. بتقول لك قول لها زي ما انا ليا حق انت ليا حق. لا ما فيش هيبقى حاجه عشان اسمها. الناس، هيبقى عشان الناس. خلاص هعرفك عليها. بس هم جابوها ازاي؟ جابوها ازاي؟ لا ما ينفعش يعني الكلام ده عيب. اللي مضايقك جابوها ازاي؟ ده عيب على حاجه بتظهر على التلفزيون، فالمفروض ان احنا ما نعملش كده. مفيش حاجه اسمها كده. انت كل همك جابوها ازاي؟ ايه اللي انا بسمعه ده وايه ده؟ طب ما انت عايز يا ابن حلال ليه رجعتني؟ ما انا قعدت سنه ونص في بيت والدي. على فكره دي رجعتني ليه؟ مش مش ايه مراتي وطحينه خالص. ايه يا محمد؟ دي مش مش ايه مراتي وطحينه. خالص على فكره. ما انا عارفه ليه مش مراتك. طيب هتبقى مراتك. لا وعارفه اللي انت كمان شغاله على ويندش، يعني عارفه كل قذوراتك. ناقص عارفه بقى انت بتقبض كام، انا ما اعرفوش، هي هتعرفه. انت عارفه ان انا بعرف حد عني حاجه؟ ما تردي. خلاص يا محمد خلاص. والله ربنا موجود، ربنا موجود. انا لو قالوا لي ان الحلقه دي كده انا ما كنتش جيت صراحه. لا والله وانا اتشرفت بيهم كلهم عشان ربنا بيبين لي. لا انا اتشرفت ما بيهم ينفعش كلهم خرب والله. البيوت ده لا. مش حلو. ربنا بيبين. ورجعنا لكم بعد الفاصل وانا والمدام، وحلقه استثنائيه جدا لانه فعلا مفيش مدام زي حضرتك مفيش ابدا منك. يعني. فعلا مفيش منك. في اغنيه كده مفيش منك. هو انت حقيقي مفيش منك. ده كل ده حب. هعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ معايا عيال. ربنا يهديهولك يعني. واعتقد ان ربنا ان شاء الله يكون هداه دلوقتي، لان هو بس بيعمل فيكي مقلب وخلاص يعني، لكن ده مش حقيقه يعني. انت فاهمه هي بتقول ايه؟ انت فاهمه هي بتقول ايه؟ وش احمر. انت كويسة؟ انا انت عندك ايه؟ انا انت واقفه مالك؟ اتحركت ولا حصل لي حاجه؟ انت طب ايه فاهميني طيب؟ طبعا هي انت متعودة خلاص البنت. ايه
لا عادي والله ما فيش اي انت حاجه. متضايقه طيب؟ لا والله مش، احنا بنهزر معاكي. لا عادي والله ما فيش اي حاجه. على فكره ده كله احنا متفقين عليه انا والدكتور والاستاذ بنهزر. والاستاذه بنهزر اتفقت احنا معايا إن أنا احنا أعكسها ممثلين. ولا لا أبيض. بس